السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة ابداع الفرح. النهارده بقى عاوزين نعمل حبة بطاطس، بس بطاطس مش بتاعت اليومين دول، صينية بطاطس بقى في الفرن بالفراخ ولا باللحمة، لا احنا عاوزين نعمل بطاطس بتاعت زمان، البطاطس اللي بتتعمل في الحلة. والله ليا فترة ما عملتهاش لان دايما ولادي عاوزين صينية بطاطس في الفرن، صينية بطاطس في الفرن. النهارده بقى حنينا الايام زمان كده لما امي كانت تعملها لنا حله البطاطس كده باللحمه. بصي ريحتها كده كانت تجيب اخر الدنيا. اول حاجه معايا احط الماده الدهنيه بتاعتي في الحله كده، واديت البصلايه بتاعتي تشويحه ولونها كده ذهبي، مش بغمقه قوي في البطاطس عشان تبقى الصلصه بتاعتها فاتحه كده وجميله زي ما حضراتكم شايفين كده. ادينا البصله بتاعتي تشويحه. حابه تحط لها فصين توم، تحط لها في الوقت ده فصين توم كده، ملح وفلفل. ما حباش تحط لها زي انا كده توم، خلاص اعمليها بالطريقه اللي انا بعملها. هضيف عصير الطماطم، هسيب الصلصه بتاعتي تتسبك وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه التكه دي ورا. حبايبي كده خلاص الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما شايفين كده. الماده الدهنيه اول ما ترفع لفوق نعرف على طول كده ان ايه الصلصه بتاعتنا اتسبكت. دلوقتي هنزل اللحمه طبعا شبه مستويه لان البطاطس ما بتاخدش وقت. كده هنحط اللحمه بتاعتنا والشوربه بتاعتنا طبعا سخنه. على طول هنزل مكعبات البطاطس وهسيبها تستوي. حبايبي كده نزلنا كده البطاطس بتاعتنا، لون الصلصه كده مورده وحلوه جدا، وهسيبها كده ايه تستوي. طبعا اللحمه بتاعتي يعني بص كده شبه مستويه، دي من البصله السودا دي، من البصل انتوا عارفين الستالت كده بيتلدع حبه كده من الجناب. وكده خلاص احنا هنسيبها تستوي. هرجع لكم في احلى طبق بطاطس باللحمه ما تقولش عليه حد. عملنا حبايبي حبه بطاطس كده باللحمه، بس ايه ما شاء الله عليهم ريحتهم حلوه جدا، فكروني كده بايام زمان. دي فتره طويله ما عملتش الصينيه دي، فعشان كده ايه مبسوطه ان انا عملتها النهارده. يا رب النهارده كده يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي اول مره يشوف قناه ابداعات فرح يا ريت يشترك وفعل الجرس. اسيبكم في حفظ الله.